طرد جراديشار في مباراة الأهلي وإيجل نوار، عقوبة قاسية في انتظار المهاجم السلوفيني. تلقى المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه الأهلي المصري أمام ضيفه إيجل نوار البوروندي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تدخل عنيف بالمرفق ضد أحد مدافعي الفريق المنافس. أشهر الحكم السنغالي عيسى سي البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جراديشار بعد أن وجه ضربة بالكوع لمدافع إيجل نوار خلال كرة مشتركة في الشوط الثاني من اللقاء، في تصرف اعتبره الحكم سلوكاً عنيفاً يستوجب الطرد المباشر. اللائحة تكشف العقوبة المتوقعة. بحسب لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، فإن أي لاعب يتم طرده بسبب الاعتداء البدني على منافس سواء بالركل أو بالكوع يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 3 مباريات. وبناء على ذلك فمن المتوقع أن يغيب جراديشار عن أول 3 مباريات للنادي الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وسيتم تحديد العقوبة النهائية وفقاً لما سيرد في تقرير الحكم عيسى سي ومراقب المباراة، خاصة فيما يتعلق بتوصيف الواقعة ودرجة العنف التي تضمنها التصرف. الأهلي يحسم التأهل لدور المجموعات، ورغم الطرد نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ليحسم تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة إجمالية 1-0 في مجموع اللقاءين. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عمر كمال عبد الواحد بعد تمريرة مميزة من التونسي محمد علي بن رمضان، ليقود الأهلي بخبرته إلى الدور التالي في رحلة البحث عن اللقب 12 في تاريخه بدور الأبطال.